نساء كاسيات عاريات. سامحوني لو انا قلت اي لفظ في الفيديو، سامحوني لو انا انفعلت ولا حاجة. في ناس كتيرة جدا 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 بتستفز الناس. آه، كل واحد ربنا اللي عالم بيه شايل فوق طاقته. يعني انا هقول كلمتين لوجه الله. آه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلي بالكم يا جماعة، احنا في علامات الساعة، والله والله احنا في علامات الساعة وعلامات الساعة الكبرى كمان. يعني ربنا قال في القرآن: كثرة المساجد وقلة المصلين دي من علامات الساعة. وده فعلا اللي بيحصل معانا دلوقتي. المساجد كتيرة جدا وما عادش فيها حد بيصلي. الأسعار عالية والنساء عارية والمساجد خالية وأحكام الله لاغية. السارق مدلل. السارق مدلل. واخدين بالكم من الجملة ديت يعني ايه؟ والمجاهد، المجاهد بقيوده مقبل. والزنا حلال والزواج محال والنساء قوامون على الرجال وأرض المسلمين محتلة. أرض المسلمين محتلة، وده اللي احنا فيه دلوقتي. الفقراء تحت المطر بلا مظلة. ولم يبقى من علامات الساعة الكبرى إلا قلة. يا جماعة توبوا إلى ربنا، خافوا ربنا، اتقوا الله في الولاية، اتقوا الله في الناس اللي انتوا قاعدين تغيبوا وتقطعوا في أرحامها. اتقوا الله، اتقوا الله. بتتوضوا وتصلوا وبتسرقوا في المية. بتتصدقوا وترجعوا اللي بتتصدقوا له تقولوا احنا عملنا وعملنا وعملنا، واللي بتنفقوه يعني بتطلعوا لله وبتعملوا خير وبتتصدقوا، وبترجعوا تذلوا الناس اللي انتوا تصدقتوا، يعني اللي انتوا وقفتوا جنبها، او اللي انتوا او بتعايروهم بمعنى اصح. يعني بتقوموا الليل وتصوموا وتصلوا وتدعوا ربكم وبتقطعوا في الارحام. يعني انا بصوم وبصلي ويعني بقضي الفريضة اللي ربنا امرني بيها. لكن انا من الناحية التانية بقطع في الارحام، ودي حاجة يعني من الكوارث. يعني بنصبر على الجوع ونصبر على العطش وايه، لكن بنسب ونلعن ونشتم ونقطع في الارحام ونتكلم وغيبة ونميمة حرام. اتقوا الله وارجعوا الى ربنا وتوبوا الى الله، لان احنا في علامات الساعة فعلا فعلا فعلا. اليوم اللي بيعدي في حياتنا مش هيرجع زيه تاني. اليوم اللي بيعدي واحنا في وسط ولادنا وبصحة وبخير والحمد لله، يعني مش هيتعوض تاني ومش هيجي زيه تاني. ربنا يعني يا رب يجعل ان اللي جاي احسن من اللي راح. بنلبس العبايات طبعا، مش احنا، ده الكلام ده لناس معينة بيلبسوا العباية والعطر ما شاء الله يعني، والبرفن بتاعها بيبقى فواح. بيبقى ما شاء الله. يعني البس العباية، ربنا قال، انا في بداية الفيديو قلت النساء الكاسيات العاريات، وده فعلا من علامات الساعة. ابقى لابسة العباية لكن جسمي كله متفسر. انا لابسة العباية وجسمي كله كأنه حاجة منحوتة وحاجة مرسومة، وابقى ماشية معدية على اي حد، وده طبعا من الزنا. العطر بتاعي او البرفان بتاعي ما شاء الله يعني ملفت جدا ومخلي كل اللي رايح واللي جاي يشمني، وده يعتبر زنا، لان ده زنا فعلا. بنكرم الضيف عندنا في البيت ونحسن اليه، وبعد خروجه نغتابه. ليه؟ يعني احنا نبقى كرماء في بيوتنا ونكرم الضيف ونعمل واجب ونقوم بأكمل وجه يعني، ونقف ونخدم وكده، وفي الآخر بنغتابه. ومجرد ما يخرج من عتبة البيت بنتكلم عليه. اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وارجعوا لربنا. عشان احنا والله في علامات الساعة الكبرى مش الصغرى. خافوا ربنا. خافوا على عيالكم، خافوا على بيوتكم، خافوا ان الواحد، يعني احنا بنقول يا رب احسن ختمتنا جميعا. الناس بتموت لو مش من الزعل والقهر، بيموتوا من الجوع. احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا يصلح حالنا جميعا ويصلح حالكم ونعدي بالمحنة. احنا في محنة صعبة واحنا في ايام صعبة. اقفوا جنب بعض، ما تتكلموش على بعض، صدقوني يعني. محدش واخد منها حاجة ومحدش هيطلع منها بأي حاجة، بأي حاجة. صدقوني محدش هيطلع منها بأي حاجة. يعني اللي يعني هقول ايه، يعني محدش فينا هياخد حاجة، يعني محدش واخد حاجة خالص معاه. تمام. ف ارجعوا لربنا واتقوا ربنا وخافوا ربنا واعملوا للآخرة واعملوا يعني اعرفوا ان في آخرتنا كده بتبقى يعني يعني متر في متر، مش حاجة يعني. ف ربنا يرحمنا ويرحمكم، وخلي بالكم يعني الايام اللي جايه صعبه.
مش عارفة اقول ايه، ولا يعني هما كانوا كلمتين صراحة يعني مضايقني. فقلت يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يظلم. وفعلا حقيقة، محدش يعتبر محدش يحسدك الا اللي بيغير منك، الا الفاشل. يعني محدش يحسدك الا الفاشل، ولا حد يجيب في سيرتك الا المنافق فعلا، ولا حد يتكلم عنك بسوء الا اللي حاول يبقى زيك ومعرفش، او حاول يبقى زيك وفشل. واللي يتكلم في ظهرك ده قليل الاصل. عشان كده لازم كلنا يا جماعة ناخد بالنا، كلنا لازم ناخد بالنا من حسن الاختيار. نختار الصاحب ونختار الصديق ونختار الجار ونختار يعني اللي نمشي معاه واللي نأمن له على سرنا وعلى حياتنا وعلى بيوتنا، مش اي حد. خلي بالكم يعني الكلام اللي انا بقوله ده صدقوني مش من فراغ، محدش يتكلم في ظهر حد الا قليل الاصل. لازم كلنا نحسن الاختيار، اذا كان في صديق زي ما قلت، او في جار، او في صاحب، او في اي حاجة يعني. إيه، دي كانت الكلمتين اللي انا كنت عايزة اقولهم، وربنا يجازينا ويجازيكم كل خير. وطبعا كل سنة وانتم طيبين. في الاول وفي الاخر عايزة اقول حاجة بالنسبة للقناة صغيرة خالص خالص. لو عجبك الفيديو بتاعي دوس لايك، ما عجبكش الفيديو مرر وكده كأنك ما شفت اي حاجة، او كأنك ما شفت اي حاجة، او كأنك ما سمعت اي حاجة، وخروج من القناة عادي جدا. عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، يا ريت لايك عشان الفيديو يوصل لأي حد. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. وزي ما بيقولوا كده الدل على الخير كفاعله. ربنا يجعلنا دايما دايما يا رب من المقبورين يا رب، اللهم امين. ويبلغنا رمضان جميعا يا رب، انا وانتم وجميع السامعين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. ويجعل اللي جاي في حياتنا احسن واجمل واجدد واسعد. فرحنا بعيالنا وينجحهم يا رب، اللي عنده ثانويه واللي عنده اعدادي ربنا يفرحهم جميعا، ويجعل عوضنا فيهم خير يا رب. يجعل اولادكم برين بيكم اللهم امين، يبارك لكم فيهم ويهدوهم، يجعلهم الصالحين يا رب اللهم امين. طبعا انا الكلام بيهرب مني لان انا منفعله جدا ومتوتره جدا، مش عارفه اقول ايه ومش مجمعه الكلام اصلا. انا حتى حطاها على الفيديو خلفيه سودة. صراحه انا في بوستات كتيره جدا وناس بتدخل تتكلم على حاجات ملهاش ريحه اللازمه، وبتتدخل في حياتي. انا صراحه من الناس اللي بتنفعل بسرعه، ومن الناس اللي بتتعصب بسرعه. بس الوحدة العصبية ديت فعلا فعلا بتبقى رزق. فعلا والله العظيم الست العصبية ديت رزق. فبيبقى اللي في قلبها على الأقل على لسانها، ما بتعرفش تشيل من حد، ما بتعرفش يعني تشيل جواها كتير. أقل كلمة بترضيها وأقل كلمة بتسعدها. بتتعصب بسرعة وبتتراضى بسرعة برضو من أقل حاجة. أنا يعني في حاجات زي ما قلت كده بتضايقني والله العظيم، وبيصعب عليا الناس. لدرجة ان انا يعني جات لي مشكلة بسبب ان انا بدافع عن الناس. حطيت نفسي في مشكلة بس انا عادي مفيش مشكلة. انا في على الفيسبوك واحدة منزلة منشور بتبيع منتجات. وطبعا المنتجات دي يعتبر عندي عشان انا عندي بيوتي سنتر اصلا، فالمنتجات دي يعتبر عندي. فلقيت كل الناس داخله تعلق لها بكام 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 بكام. فما بتردش على حد، واللي ترد عليه تدخل تكلمه خاص. طب ما تقول السعر علني، يعني اتكلمي قولي سعر الحاجة كذا. خلي مثلا انا وغيري 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 نعرف ان السعر عندك واحد. ما تدخليش خاص تكلمي الناس. ليه تدخلي خاص؟ كل ما حد يسألك تدخلي له خاص. طب ما انا عايزه اعرف السعر. اذا كنت انا ببيع بسعر غالي او بسعر قليل، انا عايزه اعرف اخد فكره عن شغل النت مثلا الحاجه بكام. انا مش بتكلم عن نفسي انا شخصيا يعني، انا بتكلم عموما في مجمل الناس اللي داخله تعلق. اي حد يدخل يكلمكم خاص يبقى كذاب، اي حد يدخل خاص يكلمكم يبقى نصاب. مش معنى كده ان كل الناس كذابه، لا. الناس اللي بتبيع، اصلا انا ببيع منتج، المنتج ده معروف، يعني الحاجه دي معروفه. فانا ليه اقول سعرها في الدره؟ فانا دخلت قلت الحاجه دي موجوده عندي بكذا، كتبت بوست كده طويل عريض. ليه ندخل نكلم الناس خاص؟ وليه ما نبقاش واضحين وضوح الشمس؟ وليه ما بقاش صريحه مع الناس؟ اللي عنده حاجه ينزلها كده، عجبتني عجبتني، ما عجبنيش مش هدخل اعلق ومش هشغل بالي، عشان سعرها مش هيبقى مناسب بالنسبه لي. انما ان انا كل استنى لما 50 60 حد يعلق لي وما عبروش ولا رد على تعليقات، وفي الاخر لما لقيت الناس خلاص يعني كل الناس بكام 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 خلاص. انت بترديش خلاص، حط سعر.
ما تدخليش بقى تكلم. انا صراحه يعني ضايقني الموضوع والفضول خدني، انا مش هدخل انا كمان اعلق بكام. انا دخلت كتبت بوست قلت يا جماعه الحاجه دي سعرها قد كده، في منها صيني وفي منها الاصلي، والاوريجينال بتاعها عامل قد كده، والكوبي بتاعها اللي هو التقليد بمعنى اصح، يعني اللي بنقول عليه كوبي، عامل قد كده. فطبعا هي ما ردتش على ولا 50 60 تعليق غير التعليق بتاعي انا. طب انا لما تعليقي استفزك رديتي ليه؟ انت سايبه الناس دي تهري وتنكت وتتكلم وتعلق ليه؟ كلمي الناس، قدري الناس، عبري الناس، احترمي الناس اللي دخل وكلمك وشاف الاعلان بتاعك. انت بتعرضي منتج، ادخلي كملي الكلام وقولي بقد كده. فليه يعني ان انت تستفزي الناس والناس بتحترمك وبتقولك ده بكام؟ فرضا واحده عايزه تشتريه، ادخلي علقي كده، قومي حاطه البوست كده او المنشور بتاعك طويل عريض كده، يا جماعه الحاجه دي بقد كده، يا جماعه انا عندي كذا بكذا، يا جماعه انا عندي كذا بصفيه. تبقى الناس اللي شايفه البوست، اللي حابب يدخل يسال هيسال، واللي مش حابب اللي هيطلب الاوردر منك، هو الدنيا كلها بتعمل كده. هيدخل يعلق لك، مش حابب هيبقى شايف البوست مش هيشغل باله بيه. انما انت حاطه عامله لك كده منشط كده للناس بتغريهم، عشان ده يدخل يعلق وده يدخل يعلق وده يدخل يعلق. فانا استفزني الموضوع. المهم انا كتبت بوست كده قلت يا جماعه ده بكذا، لان في منه اصلي وفي منه صيني وفي منه اوريجينال، الاصلي بكذا والكوبي بكذا، وخلي بالكم في منه مضروب والمضروب بكذا وبيبقى شكله كذا. اتكلمت على الصفحه برضو بما يرضي الله، وانا ما همنيش، هي لو واضحه وصريحه هتتكلم زي ما انا بتكلم كده. انا مش الغرض من الموضوع ان انا ابيع اللي عندي. انا يعني الحمد لله رب العالمين انا مش واقفه على ان انا ابيع على الفيس ولا كده. راحت هي داخله بقى رده، ما ردتش على ولا تعليق غير انا، ردت عليا قالت لي انت داخله تعملي دعايه لنفسك ولا داخله تعلقي على البوست؟ قلت لها انا ما يشرفنيش ان انا اعلق على حد بيشتغل في الدره او حد بينصب. طبعا الموضوع كلمه مني كلمه منها، فالموضوع ايه، دي مش اول مره ان انا يعني اتكلم مع حد على الفيس. قبل كده صور بنت اتسرقت وناس عملوا بيها ايميلات وحطوها على صور مجلات وصور شغل ليهم وعملوا عليها اعلانات مموله، والموضوع كان كبير كده وقصه رخمه يعني. فدي انا مش اول مره، فالحمد لله رب العالمين انا عرفت اتعامل معاها وعرفت اتكلم معاها، وهي من الدرس اللي خدته يعني ان شاء الله يعني باذن الله ما عادتش هتعمل كده تاني. فالواحد طلع يتكلم لوجه الله ويقول كلمتين. اللي عايز يعمل خير بيعمل، واللي عايز يفضل ماشي في الضلال هيفضل ماشي، لان ربنا هيفضل عميل لحد اخر لحظة. نضفوا قلوبكم لبعض، صدقوني والله العظيم ما حد واخد منها حاجة، كلنا اخرتنا كده متر في متر زي ما بيقولوا، والدنيا فانية فعلا فعلا فعلا. والله العظيم فعلا فعلا يا جماعة ما تسوى جناح بعوضة زي ما قالوا، فعلا فعلا. احنا في دار الباطل واللي مات في دار الحق. احنا ربنا حاططنا في امتحانات وفي ابتلاءات، احنا في ابتلاء شديد لازم نعدي بالمحنة، ولازم نقف جنب بعض ولازم ندعم بعض. انا بالنسبة ليا كقناة منشأة لسه جديد، اتمنى ان كل اللي يسمع الفيديو او كل اللي يشوف فيديو ايوه نعم يدعمني، يقف جنبي، يعني يقف في ظهري، احس ان في ناس بتحب الخير للناس. انا بحس ان اللي بيدعمني او اللي بيعمل لي اشتراك او اللي بيعمل لي لايك او اللي بيعلق لي بمعنى اصح دي ناس غريبة. انا معايا كم ناس يعني بمعرفتي بيهم بحكم شغلتي، انا معايا ناس كتيرة جدا 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 جدا، اصحاب واصدقاء، منهم الاصحاب ومنهم الاصدقاء ومنهم المقربين ليا جدا جدا جدا. انا بشوف كل التعليقات بتجيلي من الناس الغريبة للاسف الشديد، او الناس اللي لسه داخله القناه جديد. فانا مصدومه في الناس دي، انا مش عارفه الناس دي ازاي يعني بيجوا يتعاملوا معايا. اقسم بالله انا فعلا انا نفسي الاقي لهم مبرر والاقي لهم سبب على اللي هم بيعملوه. انا بلاقي اكتر الناس اللي بتعلق او اكتر الناس اللي بتدخل يا اما لسه مشترك جديد، يا اما حد غريب، يا اما لسه حد مثلا لا عارفني لسه قريب، مش من الناس اللي هي يمكن ناس من عارفاني عن خلال القناه، مش عارفيني معرفه شخصيه. انا بتكلم بقى على الناس بقى اللي بيجوا عندي وبيتعاملوا معايا وعارفيني انا ايه، بيعاملوني كده يعني، بيجوا عندي المحل وبتعامل معاهم. انا مستغربه جدا في الناس دي ومش عارفه هم ليه كده، يعني بجد هم ليه كده. على فكره هي ما بتقفش على حد ومش هتقف على حد، وانا مش هشحت الدعم من حد، دي حاجه يعني ايه انا بداتها كقناه وهكمل بيها كقناه يعني ان شاء الله، يا اما على الفيس يا اما على اليوتيوب مكمله باذن الله، لان انا عندي محتوى ومش بعمل محتوى من فراغ، لا انا عندي محل وبصور صور شغلي، مش بعمل شغل كده مع نفسي وانزله.
ومش حابه يبقى عندي قناه كده في الفيك وخلاص، لا انا عندي شغل وعندي محتوى. بعد اذنك بعد اذنك امسكيه على ما اخلص كلامي. فانا بنزل شغل وشغل محترم يعني. فطبعا الفيديو اللي بنتفرج عليه، انا في فيديوهات بتوصل ل1000 مشترك، ل1000 مشاهده، 500 مشاهده، ممكن اجي ابص الاقي 3 لايك او 5 لايك. انا بستغرب جدا صراحه. انا بجد يعني انا مش عارفه انتوا ازاي يعني. انتوا الغل مالكوا كده ازاي؟ انتوا ناس غلويه قوي، اقسم بالله العلي العظيم انتوا ناس غلويه قوي 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 قوي. انا مره شفت، انا بقول لغلويين، اولا انا لو ضغطت لايك لاي حد على اليوتيوب، انتوا عارفين ان اليوتيوب ده صعب جدا، سامحوني في كلمه غلويين، هو فعلا ده غل فعلا. انا على فكره انا مش منافقه ولا بوشين، هو فعلا غل. انا ممكن اشوف فيديو لواحده، ممكن ضغطة لايك مني خلاص تخلي الفيديو بتاعها كده عدى، تبقى واقفه، تبقى 999 واقفه على اللايك بتاعي. انتوا متخيلين؟ ممكن تبقى واقفه على اللايك بتاعي وهتبدا تاخد يا عيني ربح او فلوس. جزء ده حاجه لا تذكر على الفيديو، حاجه لا تذكر يعني. على ال1000 مشاهده الفيديو لما بيجيب 1000 مشاهده بيتاخد عليه حاجه يعني حاجه ما تتخيلوهاش يعني. حاجه ما مش عايزه اقول لكم عشان ما اصدمكوش يعني. فليه ما ندعمش بعض؟ وليه ما نقفش جنب بعض؟ ليه اتفرج واخرج؟ ليه اتفرج على الفيديو؟ اعملي لايك على فكره، ولا بياخد من وقتي ولا من رصيدي ولا من مجهودي. فبل بالعكس والله، اللي بيعمل خير على فكره بيلاقيه، اقسم بالله العلي العظيم بيلاقيه. انا مره شفت واحده على اليوتيوب، قناه، والله ما فاكره اسمها من ايه، مش فاكره صراحه يعني. وكانت بتبكي وبتعيط وبتقول انا قناتي بعد ما وصلت وحقق وعملتها ومش عارفه وفعلتها وبقالي سنه وشغاله وتعبانه وبسهر وبتعب وبشتغل عليها وبمنتج وبصور وبعمل روتين وكذا، وقاعده تحكي ومنهاره، وهي منهاره، هي طالعه بوشها وبتتكلم عادي. صعبت عليا جدا جدا جدا. شيرتها لاغلب الصحابه عندي، قلت لهم بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم. قالت انا هعمل تاني ومش هيأس، لان ده شغلي، انا مش بشتغل، وده يعتبر الحاجه الوحيده، المصدر اللي انا ممكن اساعد جوزي بيه او اعمل حاجه. عجبتني جدا وفرحت بيها جدا جدا جدا، وكنت فخوره بحاجه زي كده، ان في حد زي كده لسه زي دلوقتي. انا كنت فرحانه ان انا بعمل خير، انا كنت مبسوطه ان انا قدرت اعمل لها حاجه. دخلت ووقفت معاها وعلقت لها ودعمتها وحطيتها اد على الصفحه بتاعتي عشان لو حد عندي شافها. اللي ربنا قدرني عليه، انا مش هقول لكم ان انا عملت، لا، انا اللي ربنا قدرني عليه، اللي عرفت اعمله بمعنى اصح عملته. فانا بستغرب في الناس اللي بيعلقوا لي، الناس الغريبه، والناس اللي هم اصلا يعني سبب معرفتي بيهم هو سبب قناتي في اليوتيوب. هم اللي في الاول قالوا لي احنا معاكي واعملي وجميل وحلو وجميل يا هدى وشغلك وكذا وكذا، واحنا معاكي وفي ظهرك ومكملين مع بعض، بدأنا مع بعض ونكمل. انا مستغربه في الناس دي جدا ومصدومه جدا جدا جدا. واي حد فيهم هيسمع الفيديو ده اعتبر ان الكلام ده موجه ليك انت بس. هي مش هتقف لا عليك ولا عليكي ولا على اي حد، الحمد لله رب العالمين. هو ربنا لما بيوفق من عنده، ما بيقف، يعني ما بيخليهاش تقف على حد، وهي فعلا ما بتقفش على حد. ربنا ما يحوجنا لحد يا رب، اللهم امين. وفي الاول وفي الاخر سامحوني لو انا قلت اي حاجه او انفعلت او اتكلمت بطريقه ما يعني مش هي. بس انا صراحه موقف الفيس اللي حصل معايا والقناه عندي والناس اللي هم الاصدقاء والكلام ده كانوا كويسين جدا. انا كنت ممكن اجيب 200 تعليق في الاول، دلوقتي ما فيش، ممكن 5 6 تعليق، فعادي مش مشكله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لا اعتراض على اي حاجه. الحمد لله رب العالمين زي الفل، وانا مرضيه الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لا اعتراض. ربنا يوفقنا في حياتنا يا رب ويكرمنا في ولادنا. كل ده يعني ربنا له حكمه في كل ده. يمكن ربنا بيبين لي الناس وبيبين لي معادن الناس اللي انا كنت مغشوشه فيهم او اللي انا كنت قريبه جدا ليهم، الله اعلم يعني. هو ربنا فعلا ما بيعملش ما بيختارش حاجه لحد وحشه يعني. فدول الكلمتين اللي انا كنت عايزه اقولهم وقلتهم والحمد لله. وفي الاول وفي الاخر سامحوني يعني لو حد زعل مني، وكل واحد عارف الرساله دي هتبقى موجهه ليه، لان كل واحد اثر معايا يعني محطوط تحته كده خط بالاحمر. فربنا يصلح حال الجميع، وربنا يوفق الجميع يا رب، ويصلح حال البلد، ونعدي من الازمه اللي احنا فيها دي على خير يا رب، اللهم امين. وينجح ولادي يا رب، ويشفي ابني ويشفينا جميعا جميعا يا رب، وما يخسرش حد
ويجعل ايامنا كلها اللي جايه احسن من اللي راح، ويبلغنا الايام الجميله اللي جايه، رجب وشعبان ورمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، نقضي في وسط حبايبنا وفي وسط يعني اهالينا كده وولادنا يا رب، واحنا بخير وبصحه. اشوفكم على خير. ودي كانت نهايه الفيديو، وسامحوني برضو لو مالك كان عامل ازعاج او انتم ما كنتوش سامعيني. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. على السلامه، السلام عليكم.